ازيكم يا اجمل المتابعين. النهارده هنعمل مع بعض الحمام الكذاب. هعمله لكم بطريقه سهله جدا ومبسطه، وهحشو لكم النهارده بالفريك. وهنقدم كمان جنبه طبق فريك كطبق جانبي. كنت عملت لكم في القناه قبل كده محشي بالرز، النهارده هنغير ونعمله بالفريك، وهنسويه كمان في الكيس الحراري. تعالوا مع بعض علشان نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هنجيب بوله وهننزل فيها ببصلتين مبشورين بالمبشره، بشر ناعم، ومعاهم كمان اتنين حبتين من الطماطم مبشورين برضو بالمبشرة، وهنزل عليهم برشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود. وهبتدي أجيب الوراك المخلية بتاعتي، أو وراك الحمام الكذاب دي اللي بتخلي الراجل بتاع الفراخ يعملها لك، وده بيكون أسهل عليكي. بيشيل العظمة بتاعت الدبوس، يعني بيشيل العظم منه وبيسيب العظمة الأخرانية خالص اللي بتبقى في آخر الورك. ودي علشان تبقى كأنها يعني راس الحمامة، وهي دي اللي بتقفل لنا الورك بتاعنا، علشان تقدري ان انت تحطي الحشو بتاع الحمامة، وبتديكي في الآخر شكل الحمامة. هبتدي بقى اخد التتبيلة بتاعتي وادخلها مكان الدبوس، مكان العظمة بتاعت الدبوس اللي متشالة، وهفرد التتبيلة كويس جدا في كل القطع وراك الحمام الكذاب اللي عندي، وهسيبها في التتبيلة دي لحد لما ابتدي ان انا اعمل الحشو بتاعي. هتكون اتشربت كويس جدا من التتبيلة، وخلي بالك ان التتبيلة دي بتفرق معاكي جدا في طعم الحمام الكذاب او الوراك اللي انت بتعمليها محشية. هنا زي ما انتم شايفين غلفت كل الحمام الكذاب عندي بالتتبيلة، وهبتدي بقى اسيبه على رف التلاجة لمدة ساعة لحد لما اخلص باقي الخطوات بتاعتي. بروح على النار وبجيب الوك بتاعتي وبنزل فيها بشوية من الزيت، وبستنى لحد لما يسخنوا معايا كويس جدا. بكون مجهزة عندي بصلتين مبشورين بالمبشرة بشر ناعم. اول لما الزيت بيسخن معانا بننزل عليه بالبصلتين المبشورين، وبنبتدي نقلبهم مع بعض لحد لما يبتدي البصل يدبل عندي ويبتدي ياخد لون ذهبي خفيف. هنزل عليه بجزرتين مبشورين برضو بالمبشرة، وعايزة اقولك ان خطوة الجزر المبشور دي مع البصل بتدي طعم مسكر جدا للفريك بتاعك. هبتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا لحد لما يبتدوا ان هما يتبلوا. هكون مجهزة الفريك بتاعي، وانا هنا استعملت كيس من الفريك اللي هو ما يعادل تقريبا نص كيلو او 450 جرام. وانا بفضل ان انا اجيب الفريك بتاع الشركات لانه بيكون نضيف. يا دوبك بتشطفيه وبتستعمليه على طول، مش بيحتاج ان انت تنقيه. لو مش متوفر عندك او موجود عندك اللي من عند العطار بتنقيه كويس جدا وبتغسليه. وفي كلا الحالتين بننقع الفريك لمدة ربع ساعة قبل الاستعمال. هنزل بالفريك بتاعي زي ما انتوا شايفين على البصل مع الجزر، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هبتدي ان انا انزل عليهم بالتوابل بتاعتي، والتوابل اللي هنستعملها النهارده معلقة كبيرة من الملح، ورشة من الفلفل الاسود، ومعانا معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، ومعلقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة. بعد كده هنبتدي ان احنا نقلب الفريك بتاعنا مع التوابل كويس جدا لحد لما اطمن ان هو اتشرب كويس جدا من التوابل كلها اللي انا حطيتها له. ومجهزة جنبي حبتين من الطماطم مبشورين بالمبشرة، وتقدري ان انت تستبدليهم بمعلقة كبيرة من الصلصة البيوريه. بس انا عايزة اقولك ان الطماطم المبشورة طعمها بيكون جميل جدا مع الفريك، بتدي طعم هايل. بالاضافة طبعا للطماطم هتكون قيمتها الغذائية احسن بكتير وافضل من اللي انت تستعملي الصلصة البيوريه. هبتدي بقى اقلب الطماطم المبشورة مع الفريك وباقي التوابل والجزر والبصل المبشور اللي احنا ضفناه له. عايزه اقول لكم ان ميكس الاضافات اللي احنا ضفناها للفريك دي بتنقل طعمه في حتة تانية خالص. بنبتدي بقى نقلبهم مع بعض، وبنكون مجهزين معانا مية سخنة او مية مغلية، هنبتدي ان احنا ننزل بيها على الفريك بتاعنا.
يا دوبك المية تغطي الفريك بتاعنا، وهنبتدي ان احنا نهدي النار عليه خالص وبنغطيه وبنسيبه لحد لما يتشرب المية اللي احنا ضفناها له. اول لما يبتدي يتشرب المية هناخد منه شوية، يعني الكمية اللي احنا هنحتاجها في الحشو، وباقي الكمية اللي هتكون متبقية معانا في الوك بتاعنا هنبتدي ان احنا نظبط المية بتاعتها ونزود لها رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، ونغطيها ونهدي النار عليها ونسيبها لحد لما تستوي معانا تماما. وده هيكون الطبق الجانبي اللي احنا هنقدمه جنب الحمام بتاعنا. هنا زي ما انتوا شايفين بدأ ان هو يتشرب. هبتدي اخد منه الكمية اللي انا هستعملها في الحشو بتاع الحمام بتاعي. طبعا دي مش هنستعملها الا لما تبرد معانا تماما. باقي الكمية هبتدي ان انا اضيف لها شوية من المية المغلية، لان برضو انا الكمية اللي انا خدتها للحشو دي مش مستوية تماما، يعني هتحتاج تقريبا 10 دقايق كمان علشان تستوي او تكمل التسوية بتاعتها. هي هتكمل التسوية بعد ما هنحشيها في الحمام بتاعنا جوه الفرن. زي ما انتم شايفين زودت شوية من المية، وهبتدي برضو ان انا ازود شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود. لو حابة تزودي معلقة من الصلصة تقدري ان انت تزوديه برضو، بس انا النهاردة اكتفيت بالطماطم المبشورة اللي انا ضفتها له. رشة بسيطة خالص من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الاسود، وده طبعا علشان كمية المية اللي احنا زودناها له. هنغطيه ونهدي النار عليه خالص لحد لما يستوي معانا. وهو تقريبا في المرحلة دي مش هياخد معاكي اكتر من 5 دقايق علشان يكمل التسوية بتاعته. وبكده بنكون خلصنا الطبق الجانبي اللي هنقدمه جنب الحمام بتاعنا، وهنروح مع بعض علشان نبتدي نشوف هنحشي الحمام بتاعنا ازاي. هنبتدي ناخد الحمام بتاعنا ونحط فيه شوية من الخلطة وما تكتريش، وتبتدي ان انت تدخلي الخلطة مكان عظمة الدبوس اللي هي متشالة، وتحشيها كويس جدا علشان في الاخر تاخد معاكي شكل الحمامة. وهنا بتاع الفراخ بيسيب العظمة اللي في الاخر خالص اللي في الورك دي علشان يعني تبقى شكل راس الحمامة، بحيث ان انت لما تقفليه ياخد معاكي شكل الحمام. ما تكتريش الحشوة عشان تقدري ان انت تلفيه كويس جدا. وعايزه اقولك ان انا مش بحط خلة سنان ولا بلفه فويل ولا اي حاجه خالص، انا بلفه على بعضه زي ما انت شايفه كده، وبدخله الفرن في الصينيه على الفتحه بتاعه الورك بتاعك. ما تقفليهوش باي حاجه، لكن لو خايفه ان الخلطه تطلع منك او ان هو يفك منك تقدري ان انت تقفليه بخلة سنان، لكن ما انصحكيش ابدا ان انت تلفيه في ورق فويل. وتقدري برضو ان انت تلفيه بخيط لو انت قلقانه ان هو يفتح منك، لكن هو مش هيفتح. هو مجرد ما بيسخن او بيستوي في الفرن بيقفل على نفسه، وبتطلعيه تلاقيه مستوي كويس جدا ومتماسك ومش بيحتاج منك اي خطوه زياده تعمليها. انا بقولك الطريقه بمنتهى البساطه علشان اسهل عليكي الطريقه، وتقدري ان انت تعمليها بدون اي خطوات زياده. زي ما انت شايفه واخد شكل الحمامة بعد ما اتحشى ولفاه كويس جدا. والنهاردة انا هسويه في الكيس الحراري. وعايزة اقولك ان لحد هنا اعتبري ان انتي خلصتي الحمام بتاعك، لان الكيس الحراري بيسويه وبيديله لون شوي جميل، ويعني مش بتعملي بعد كده اي خطوات تانية غير انك تحطيه في الطبق بتاع التقديم. زي ما انت شايفة بحطه على الناحية اللي فيها الفتحة بتاعت الحمامة، وده علشان لما يجي يستوي يقفل لوحده معايا وما يبتديش ان هو يفتح ويطلع منه الحشو. وهبتدي بقى اقفل الكيس بتاعي بيبقى فيه كده قفل جاي مع الاكياس. تقفلي الكيس كويس جدا وتديله تخريمتين كده بالسكينة علشان ما يفرقعش معاكي وهو في الفرن. وبتدخليه بقى الفرن على درجة حرارة 180، وبياخد معاكي تقريبا من ساعة لربع ساعة في التسوية بتاعته. هنا تقريبا كان عدى ساعة الا ربع، وعايزة اقولك ان هو يعني دخل في التسوية واخد لون شوي جميل.
وما احتاجناش ان احنا نفتح له الشوايه ولا نحمره ولا نديله دهنه من الصلصه ولا اي حاجه. الكيس الحراري قام بكل الخطوات دي. بصراحه هو اختراع وبيسهل جدا في التسويه. وهتبتدي بقى تفتحي الكيس بحرص علشان بيكون فيه بخار جامد. وده شكله النهائي بعد ما طلع من الكيس الحراري، مستوي ورائع. عايزه اقولك ان الميه اللي نزلت منه او الشوربه اللي نزلت منه دي تقدري ان انت تاخديها وتطبخي بيها اي صنف تاني جانبي جنبيه. هنا جبت السيرفيس بتاعي وبدات ان انا احط فيه الفريك بتاعنا اللي احنا كنا سويناه في الوك لوحده. وبدات ارص الحمام على الوش بتاع الفريك. وتقدري ان انت تعملي وجبه لكل فرد، تحط شويه من الفريك ومعاها واحده من الحمام بتاعك، وزينت الطبق زي ما انتم شايفين كده بجزر مبشور مع بقدونس. وتقدري ان انت تجرنشي الطبق بتاعك على ذوقك باي حاجه تكون متوفره عندك. شايفين قد ايه ان هو شكله جميل ومتماسك، والتسويه بتاعته هايله. اخد ساعه بالظبط في الفرن وكان مستوي معايا تماما. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم ويكون نال رضاكم، ويا رب اكون بقدر اوصل لكم المعلومه بطريقه بسيطه وتستفادوا منها. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير، وبألف هنا. مع السلامة.